السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى إعدادي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنشرح تاني درس من دروس الوحدة الأولى، وهو القلويات والأحماض. وهنعرف ليه الليمون بيبقى طعمه لاذع شوية، والصابون مع إنه ناعم على إيدينا بس لما بيجي في عينينا بيحرقنا. ده بيرجع لحاجة اسمها كيمياء المحاليل. وهنعرف إن العالم بيتقسم حوالينا لنوعين من المحاليل، وهي الأحماض والقلويات. والأحماض هنعرف إن القائد بتاعهم بيبقى أيون الهيدروجين الموجب، والقائد بتاع القلويات بيبقى أيون الهيدروكسيد السالب. وكمان هناخد في النص ما بينهم أو هنبدأ بيهم هما المجموعات الذرية. المجموعات الذرية دي بتبقى عاملة زي العصابات بالظبط. ليه؟ لأنها بتبقى مجموعة من ذرات مختلفة، لكن بتتجمع مع بعضها وبتاخد تكافؤ واحد خاص بيهم، وبتتفاعل في التفاعلات بشكل واحد. وكمان عاوزين نعرف ازاي الكيميائيين بيفرقوا ما بين المحاليل دي بمجرد النظر، وفي ليه في محاليل لما بنحطها مثلا ممكن قوتها توصل انها تتآكل او تاكل الحديد، ومواد تانية عادي بننضف بيها البيت. جاهزين؟ يلا بينا. بسم الله. احنا خدنا حاجة الترم اللي فات، ان الايونات في الفلزات بتبقى اسمها كاتيونات، وفي اللافلزات بيبقى اسمها انيونات. خدنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الايونات مع الفلزات تبقى اسمها كاتيونات، ومع اللافلزات بيبقى اسمها انيونات. طب زي ايه يا مستر؟ عندنا مثلا كاتيونات بتنقسم لثلاث حاجات، زي ما شرحنا في المحاضرة اللي فاتت أو الحصة اللي فاتت، إن الفلزات في منها أحادي وفي منها ثنائي وفي منها ثلاثي. فالأيونات بتاعتها برضو في منها أحادي وثنائي وثلاثي. أحادي زي إيه يا مستر؟ عندك زي الليثيوم، أيون الليثيوم، أو الأيون الصوديوم. طب ثنائي زي إيه؟ عندك زي أيون المغنيسيوم أو أيون الكالسيوم. طب ثلاثي عندك زي أيون الألمنيوم. طب في الأنيونات، أنيونات بتبقى لافلزات. عندنا منها نوع أحادي ونوع ثنائي. في أينيون سالب واحد زي مثلا اليود أو الفلور أو الكلور. وعندنا ثنائي مثلا زي الأكسجين أو زي الكبريتي كبريت. طيب وفي عندنا هنا الهيدروجين، بس الهيدروجين كاتيون، ودي حالة شاذة عندنا، إن الهيدروجين كاتيون أو أيون مصدره لافلز، بس هو بيعامل معاملة الكاتيونات. طيب وكده خلصنا الأيونات. تعالوا نخش على تاني جزئية، وهي العصابات. إيه هي العصابات؟ هي المجموعات الذرية. المجموعات الذرية، ودي بتبقى عبارة عن ذرات لعناصر مختلفة. يعني مثلا زي إيه؟ زي مثلا جبت هيدروجين حطيت عليه أكسجين، أو هيدروجين حطيت عليه نيتروجين. وشرط العناصر دي او الذرات دي تبقى ماسكه في ايد بعض. بمعنى ايه ماسكه في ايد بعض؟ يعني كانها شخص واحد. بتخش التفاعلات الكيميائيه بتخش التفاعلات الكيميائيه وبتخرج منها ككتله واحده او كشخص واحد. ما ينفعش ذره تدخل وتخرج لوحدها. وبنعاملهم كلهم كمجموعه واحده ليها اسم شهره، او وليهم تكافؤ خاص. يعني ايه اسم شهره او تكافؤ خاص؟ يعني بمعنى ان ليهم شحنه واحده، اذا كانت بقى موجبه او سالبه بيبقى شحنة واحدة ليها كتلة واحدة. يعني ايه؟ يعني مثلا عندي فريق كورة بيتكون من 11 لاعب، بس في جدول الدوري 11 لاعب دولت اللي هم الذرات مثلا. بس في جدول الدوري احنا ما بنعملش كل لاعب لوحده، احنا بنعامل فريق. الفريق ده بقى هو المجموعة الذرية. او مثلا لما بتيجي تروح مطعم،
بتروح مطعم مثلا تطلب وجبة اسمها كومبو مثلا. وجبة الكومبو دي بتبقى عبارة عن سندوتشات أو سندوتش وبطاطس وكولا. التلات دولت مع بعض هما الذرات. ولما تيجي تطلبهم في المنيو بتقول مثلا انا عاوز كومبو كذا او وجبة كذا او الاسم ده، وبتدفع لهم سعر واحد. بتبقى حاجة واحدة اهي، هي دي المجموعة الذرية. يعني باختصار يا مستر ايه المجموعة الذرية دي؟ عبارة عن شوية عناصر، شوية ذرات لعناصر مختلفة بيتعاملوا ككتلة واحدة، ليهم شحنة واحدة وتكافؤ واحد. تعالوا نديها تعريف بسيط. المجموعات الذرية دي أو ليها اسم تاني هو الأيون متعدد الذرات. بيبقى تعريفه ايه بقى؟ تعريف ايه بقى المجموعات الذرية دي أو الأيون متعدد الذرات؟ هو أيون يتكون من أيونات مختلفة لعناصر مختلفة. لعناصر مختلفة. عذرا، هو يتكون من أكثر من ذرة، أكثر من ذرات مختلفة لعناصر مختلفة أو لأكثر من عنصر. طب زي إيه يا مستر؟ عندنا المجموعات الذرية دي عشان نسهلها على نفسنا هنقول عليها كلها شريرة. بمعنى إيه كلها شريرة؟ يعني كلها شحناتها سالبة. عندنا بس قبل ما نقول الشريرة، إن عاوزين نعرف إن المجموعات الذرية دي بتنقسم لثلاث فروع. في مجموعات بتحمل شحنة واحد، وفي مجموعات بتحمل شحنتين، ومجموعات بتحمل 3 شحنات. تعالوا بقى نرجع للي احنا كنا لسه قايلينه، ان المجموعات الذرية كلها شريرة، يعني كلها بتحمل شحنة سالبة ما عدا مجموعة واحدة وهي مجموعة الأمونيا، هي NH4، وبتبقى أحادية موجبة. طيب تعالوا نبدأ من الكبير. المجموعة الذرية اللي بتحمل 3 شحنات تكافؤ أو 3 شحنات هي مجموعة الفوسفات BO4 و3 أيونات، وهي مجموعة الفوسفات. طيب الثنائية عشان نسهلها على نفسنا برضو، أي حاجة آخرها كاف ثنائية ما عدا الكلوريد. الكلوريد ده بيبقى ClO2 سالب. طب اي حاجه بقى اخرها كاف زي ايه مثلا؟ عندك زي الكربونات، مجموعه الكربونات اللي بنرمز لها بالرمز CO3 وايون ثنائي. الايون لازم نكتبه فوق كده. طب او زي ايه؟ زي الكبريتات CO4 او الكبريتيد اللي هو CO3. حاول تميز ما بين الكبريتات والكبريتيد عشان ما تقعش فيه. طيب نيجي بقى على العناصر الأحادية دي. عندك زي الهيدروكسيد ال OH، أو زي البيكربونات ال HCO3، أو النيتريت أو النترات. ودول برضو حاول تميز ما بينهم. النيتريت الرمز بتاعه NO2، النترات NO3. واخر حاجه هي الكلوريد. كلوريد قلناه هنا اهو. طيب المجموعات دي لازم تحفظها، لان هي دي اللي هتدخل معانا في الاحماض والقلويات، فهي مهمه جدا. طيب وبكده عرفنا كل الاساسيات اللي احنا محتاجينها عشان نبدا درسنا. تعالوا بقى نخش في الدرس الاساسي اللي هو ايه؟ الاحماض والقلويات. الاحماض والقلويات، احنا قلنا في اول الدرس ان هي بتنقسم او المواد عامه عندنا نوعين، هي الاحماض والقلويات. الاحماض جه عالم هو اللي اكتشف الفرق ما بينهم او اوضح الفرق ما بينهم. العالم ده اسمه ارهينيوس.
ارانيوس ده عمل ايه؟ قال لك ان الاحماض بتدوب في الميه، هي مواد تذوب في الماء وبتنتج عنها ايونات موجبه تسمى ايونات الهيدروجين، نرمز لها بالرمز H والايون بيبقى موجب. وان القلويات برضو هي مواد تدوب في الميه لكن بينتج عنها ايون هيدروكسيد سالب، ايون هيدروكسيد سالب. طيب عاوزين بقى نعرف ايه عن الاحماض وعن القلويات. اول حاجه محتاجين نعرفها عنهم هو ازاي بنسميهم. بنسميهم بالكتابه، وازاي بنسميهم بالصيغه الجزيئيه او اللي هو الرمز بتاعها. تعالوا نبدا بالاحماض. طيب بسم الله. الاحماض، الاحماض لما بنيجي نسميها المرتبط اسمها بالايون، الايون اللي داخل معاها. اذا كان بقى الايون ده مجموعه ذريه او عناصر لا فلزات اللي هي الانيونات، يعني هو مرتبط تسميته بالانيون. بس الاحماض ليها حاله شاذه شويه، ان المجموعات الذريه او الانيونات اللي فيها اكسجين ده بيبقى نوع خاص من انواع الاحماض. النوع الخاص ده اسمه ايه؟ سميناه احماض اكسجينيه. طب تعالوا نعرف بنسمي الاحماض العاديه اللي ما فيهاش اكسجين ازاي، والاحماض الاكسجينيه ازاي. تعالوا نقسم السبوره دي كده. الاحماض دي اللي ما فيهاش اكسجين، بدون اكسجين، ودي الاحماض الاكسجينيه. طيب بيقول لك ان الاحماض العاديه بنكتب كلمه حمض زائد، احنا متفقين اللي هو ايون هيدروجين في الاول، لازم ما دام احماض فاي حمض، وبنكتب هيدرو زائد اسم الانيون. بس لازم نراعي حاجه. هنراعي ايه يا مستر؟ هنراعي ان اي انيون اخر حرفين فيه يد لازم يتحولوا ليك. زي ايه مثلا؟ ناخد مثال عشان نفهم. مثلا عندنا ايون هيدروجين، زائد او كاتيون هيدروجين زائد انيون كلوريد، فهو اخره يه وده اهو، وهيدروجين عاوزين نسميه، هنسميه حمض الهيدرو كلوريك، يه وكاف. طيب كده فهمنا يا مستر ازاي الاحماض اللي ما فيهاش اكسجين بنسميها. طب اللي فيها اكسجين بقى نسمي الله. بيقول لك الاحماض اللي فيها اكسجين بيبقى تسميتها اسهل بكتير. بنكتب كلمه حمض زائد اسم الانيون على طول، ولا بنضيف هيدرو ولا اي حاجه. بس بنراعي نقطتين، ان اي حاجه اخرها ات بتتحول ليك. يعني مثلا ايون الهيدروجين زائد انيون او المجموعه الذريه اللي هي مجموعه النترات بتبقى ايه؟ بيبقى حمض النيتريك، بيبقى حمض النيتريك. طيب وايه الحاجة التانية اللي احنا المفروض نراعيها يا مستر؟ الحاجة اللي بيبقى اخرها رات، الحاجة اللي بيبقى اخرها
طيب وايه الحاجة تاني اللي احنا المفروض نراعيها يا مستر؟ الحاجة اللي بيبقى اخرها يت بيحول وز. زي ايه؟ زي مثلا لما اجي اضيف ايون الهيدروجين، هيدروجين زائد النيتريت، المجموعة الذرية النيتريت هيديني حمض النيتروز، حمض النيتروز. طيب احنا كده يا مستر عرفنا ازاي بنسمي الاحماض لو فيها اكسجين ولو ما فيهاش اكسجين. كده خلصنا التسمية بالعربي. طيب الصيغة الجزيئية بقى للحمض. الصيغة الجزيئية للحمض او الرمز بتاعه بيبقى عبارة عن، احنا عارفين كل حاجة داخلة معانا فيها ايون الهيدروجين مادام حمض، فبنكتب الاول ايون الهيدروجين على الشمال زائد هنا الانيون، رمز الانيون او المجموعة الذرية. طيب بس في لازم نراعي شرطين، ان مجموع الشحنة يساوي زيرو. طب ليه مجموع الشحنة يساوي زيرو؟ احنا الاول بس نعرف يعني ايه الشحنة. يعني هنا الشحنة اللي هنا اللي هي الشحنة الموجبة تساوي الشحنة السالبة اللي هنا، الاتنين يساووا بعض. طب ليه لازم الاتنين يبقوا بزيرو؟ عندنا مثلا مغناطيس، المغناطيس ده لو في قطب اقوى من قطب فهيجذب كل حاجة حواليه. طيب ايه الحل بقى؟ احنا بنخلي الاقطاب الاتنين متساويين في القوة او متساويين في المقدار الجذب. فهو ده اللي احنا بنعمله هنا، الشحنة اللي هنا السالبة نفس الشحنة اللي هنا الموجبة، اللي باتنين مجموعهم يساوي زيرو عشان نخلي في استقرار في الحمض، يبقى الحمض مستقر. وعندنا شرط كمان، ان عدد الذرات في الهيدروجين لازما يساوي شحنة الانيون، شحنة الانيون. ده برضو ليه يا مستر او ازاي؟ تعالوا نشرحها هنا. احنا اتفقنا ان اي حمض لازما يبقى فيه هيدروجين وهنا فيه انيون، فلنفترض ان الهيدروجين ده هو لازما يبقى دايما موجب، هنفترض ونقول عليه عملة، وده هنشبهه بالديون. اي حمض لازما مقدار الديون اللي عليه يبقى قصادها عمل عشان يعرف يسد الدين اللي عليه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا هنا عندي ايون، الانيون بتاعه سالب 2، فلازم اضيف عليه 2 ايون هيدروجين عشان اسد الدين ده اللي عليه، ويبقى الشحنة الكلية عندي بايه؟ بزيرو، عشان انفذ الشرط ده. يعني الشرط ده لازم انا احققه عشان يبقى الشرط ده عندي اتنفذ. طيب تعالوا ناخد امثلة. عندنا اول مثال حمض البرو الهيدرو سوري الهيدرو بروميك. طيب الهيدروبروميك ده احنا عندنا بروميك يعني بروم، البروم سالب، ده كده انيون، الانيون قلنا عليه ديون، الديون بتاعتي بكام؟ سالب 1. طيب عاوزة اكافئها عشان اخلي الشحنة متعادلة، هديها كام ايون هيدروجين؟ 1. فكده بقى موجب 1 وسالب 1، هيبقى الإجمالي بتاعي بزيرو. هيبقى الرمز شكله عامل ازاي؟ اتش بي ار. طب تعالوا ناخد حمض كمان، تاني حمض، ناخد حمض اسمه الكبريتوز. الكبريتوز اللي هو الكبريت، الكبريتات، الكبريتات اللي هي رمزها SO3 بيبقى باي 2. طيب باي 2 ده ديون، عندي 2 ايون، 2 ايون عاوز اكافئهم بايه؟ عاوز اكافئهم ب2 ايون هيدروجين اللي هو اتش و اتش. طيب هكافئهم يبقى هنا بلس 2 او 2 في موجب 1. يبقى كده لما اجي اجمعهم على بعض هيديني زيرو. فبعمل ايه هنا؟ بكتب H2SO3. يبقى ده صيغة جزيئية بتاعتي. تعالوا ناخد مثال كمان. حمض حمض
الفوسفوريك. حمض الفوسفوريك BO4-3. عندي ديون 3 ايونات، يبقى هيبقى معايا كام عملة؟ يبقى معايا 3، اللي هو 3 في موجب 1 عشان في الآخر يديني 0. فتعالى نكتبها، يبقى H3BO4-3. يعني من الآخر الأنيون كريم على طول، الهيدروجين كريم على طول بيشوف الأنيون مديون بكام هو اللي بيروح يدفع له. طيب تعالوا ناخد أمثلة على الكلام ده في حياتنا أو في الأحماض في حياتنا. عندنا حمض اللاكتيك. حمض اللاكتيك ده بيمد العضلات عندنا بالطاقة، بيمد العضلات، بيديها طاقة. لما ما تعرفش حاجة اسمها لما ما تعملش تنفس هوائي فبتعمل تنفس لا هوائي، فحمض اللاكتيك ده اللي بيديها طاقة. الكلام ده مش عليكم دلوقتي، هتعرفوه في ثانوي ان شاء الله، بس بحاول ابسط لكم المعلومة. المهم يعني هو بيديها طاقة، بس تراكمه في العضلة، تراكمه في العضلات بيعمل شد عضلي. اللي راضيين بقى بيفكوه مثلا بالمساج او الحجامة والكلام ده. طيب عندنا حمض تاني وهو حمض، معلش تعالوا ننزل بس شوية عشان التصوير. حمض الهيدروكلوريك. حمض الهيدروكلوريك ده بيبقى موجود في المعدة، بيبقى حمض قوي جدا، هو ده اللي بيهضم الأكل، بيفتت جزيئات البروتين والكلام ده. طب طالب منكم مثلا هيسألني، انا كتبت طالب ليه؟ طالب هيسألني ما ده الحمض ده قوي جدا، يعني لو رمينا فيه مسمار هيدوبه، ولو هو معانا دلوقتي وحطيناه على الجلد ممكن يحرق الجلد. ما بيعملش كده في المعدة ليه؟ المعدة سبحان الله ربنا خالقها ليها غلاف، يعني دي مثلا المعدة ليها غلاف مخاطي قوي جدا، فالغلاف ده ما بيخليش الحمض يوصل لجدار المعدة أصلا، فعشان كده المعدة ما بيحصلهاش حاجة مع الحمض ده. فكده احنا خلصنا الحمد لله الأحماض كلها. تعالوا نشوف كده سؤال عليها. احنا كل ده شرحنا الأحماض وقلنا ازاي بتتسمى وكمان الصيغة الجزيئية بتاعتها. بص الجداول دي بيقول لك هنا الجدول التالي يوضح أمثلة على بعض الأحماض. بيقول لك إن الأنيون اللافلز كلوريد مثلا، اسم المركب في الحالة الغازية كلوريد الهيدروجين. طب في الحمض بقى اللي هو المحلول، احنا طبعا عارفين الأحماض والقلويات دي هي محاليل، بيبقى حمض الهيدروكلوريك، ببدل اليد بيك. طب البروميد، بروميد الهيدروجين، حمض الهيدروبروميك. طيب الكبريتيد، حمض هيدروكبريتيك. طيب سهلة اهي. طب بيقول لك الجدولين التاليين يوضحان برضو أمثلة على الأنيونات تنتهي بمقطع آت ويك يت ووز. الحاجات دي اقرأوها واحفظوها لأن هي دي اللي بيجي منها الأمثلة في امتحانات آخر السنة. السؤال بقى اللي احنا فاتحين عشان نحله، نسينا نداري الإجابة، نعمل كده. بيقول لك اكتب صيغة واسم حمض الذي يحتوي على كل من الأنيونات التالية. اليوديد. اليوديد الحمض، اسم الحمض بتاعه هيبقى حمض الهيدرو يوديك، وهيبقى ال ال الرمز او الصيغه الجزيئيه بتاعته هتبقى هنا هو احادي. ف تعالى بس نكبر الخط كده. فالهيدروجين هيديله عمله واحده عشان هو عنده -1 فيبقى كده. طيب تاني واحده الكربونات،
كربونات اخرها ات، هتنتهي بيك عشان دي فيها اكسجين. اكسجين يبقى ايه؟ حمض، مش هنحط بقى هيدرو، حمض الكربونيك. حمض الكربونيك. حمض الكربونيك. هيبقى الرمز بتاعه ايه؟ هنا هو ثنائي، فهديله كام عملة عشان اسد الديون اللي عليه؟ شاطرين، 2. فيبقى H2CO3. طيب اخر حاجة اللي هي الكلوريت. الكلوريت برضو فيه اكسجين، فمش هحط هيدروكسيد او هيدرو، فهيبقى حمض الكلوروز. كلوروز. حمض الكلوروز. طيب وهنا هو برضه -1، فهديله كام عملة عشان يسد الديون اللي عليه؟ عملة واحدة اللي هي هيدروجين واحد، هتبقى HClO2. طيب تعالوا نكمل ونخش على الجزئية اللي بعدها اللي هي القلويات. برضه عاوزين نسميها كتابة، وعاوزين نقول الصيغة الجزيئية بتاعتها. بنكتب الصيغة الجزيئية بتاعتها ازاي؟ القلويات بقى، القلويات في تسميتها بتبقى اسهل بكتير من الاحماض، لانها ما بتعترفش باللي هو الفرق ما بين الاكسجين، الانيونات اللي فيها اكسجين واللي ما فيهاش، فما بتعملش فرق ما بينها. فهي بتبقى عبارة عن ايه؟ بنضيف مقطع هيدروكسيد زائد اسم الانيون على طول. يعني مثلا الانيون ده عندي صوديوم، فهيبقى هيدروكسيد الصوديوم، او هيدروكسيد البوتاسيوم، وهكذا. طيب تاني حاجة وهي الصيغة الجزيئية. الصيغة الجزيئية. طيب الصيغة الجزيئية دي بقى بنحط اللي هو رمز الهيدروكسيد وبنضيف الانيون، بس الهيدروكسيد بنضيفه بعده مش قبله، الهيدروجين كنا بنضيفه قبله. طيب برضو ليها نفس الحالتين، القاعدتين اللي احنا بنمشي عليهم. لازم مجموع الشحنات بيساوي 0، او اللي هي الشحنة الكلية، ونفس اللي احنا عملناه هناك. الهيدروكسيد هنا هو العملة، والانيون هنا برضو هو الديون. طيب تعالوا ناخد امثلة. مثلا عندي الكالسيوم. انيون الكالسيوم ده موجب 2، عاوز كام هيدروكسيد عملة عشان اسد الديون اللي عليه؟ 2. فهديله 2، هتبقى مثلا كده Ca. بس عندنا الهيدروكسيد او القلويات، الهيدروكسيد ده ايون الهيدروكسيد لازم يتحط في قوس ما دام هو اكتر من واحد، وبضيف هنا عدده تحت، فهيبقى ده الرمز النهائي بتاعه. كده خلصنا أول جزء من الدرس. تعالوا بقى نحل أسئلة التقييم اللي بتبقى عليه. نسمي الله. بسم الله. قلويات سهلة جدا، ما فيهاش التعقيد اللي هو بيبقى في الأحماض، والتعقيد كله اللي في الأحماض هو بيبقى بسبب الأحماض، الجزيئات أو الأنيونات اللي بيبقى فيها أكسجين بتبقى مختلفة في التسمية عن الأيونات اللي ما فيهاش، الأنيونات اللي ما بيبقاش فيها أكسجين. تعالوا بقى نحل أسئلة التقييم اللي على الجزء الأول اللي احنا خلصنا شرحه. بسم الله. بيقول لك الصيغة الجزيئية لحمض النيتروز. تعالوا نستبعد. دال هو مديني النيتريت بس مش مديني الاتش، فهنستبعده. HCl برضه هنستبعده. هنا بقى الناس اللي بتتلخبط ما بين النيتريك النيترات والنيتريت. طيب هو النيتروز لازم يبقى اخره ييت، اللي هو النيتريت. اللي هو NO2، هيبقى ده. لكن ده اسمه ايه؟ اسمه حمض النيتريك. النيتريك. طب بيقول لك تاني سؤال، ينتج عن اتحاد الهيدروجين بكل من الفلزات الآتية أحماض ما عدا كلور هينتج، بروم هينتج، ويود هينتج ما عدا الأكسجين. طيب تالت حاجة بيقول لك يعرف مركب HBr في الحالة الغازية باسم. طبعا معظمكم هيجري وهيقول لي حمض الهيدروبروميك، بس اقول له غلط. ليه؟ لان احنا عارفين ان الاحماض، ولسه قايلين من شويه ان الاحماض محاليل، هو هنا بيقول لي ايه؟ في الحاله الغازيه، فده هنستبعده. هيبقى ايه؟ هيبقى بروميد الهيدروجين.
ده حمض، ده محلول. طيب رابع سؤال بيقول لك كل مما يأتي يعبر عن صيغة جزيئية للقلويات. عادة قلويات عارفين اللي هي OH. طيب ده ينفع وده ينفع لأن مجموعة ذرية اهي، هنا أنيون، هنا برضو أنيون، لكن هنا ال H ده كاتيون مش هينفع، يبقى هي دي الإجابة الصح. طيب تعالوا نخش على أسئلة علل. بيقول لك علل لما يأتي. حدوث شد عضلي عند بعض الرياضيين، قلنا بسبب تراكم ايه؟ بسبب تراكم حمض اللاكتيك في العضلات. طيب بسبب حمض اللاكتيك. تاني سؤال، تتضمن الصيغة الجزيئية لحمض الكبريتيك أيونين هيدروجين؟ هنقول لأن حمض الكبريت اللي هو CO4 باي الأيون بتاعه 2، لأن حمض الكبريت أو الكبريتيك له 2 سوالب أو أيون ثنائي، له شحنة ثنائية، فبديله أيونين هيدروجين عشان أخلي الشحنة الكلية للمركب أو للحمض بزيرو. طيب صوب ما تحته خطأ. تفرز المعدة حمض اللاكتيك الذي يساهم في هضم الطعام. حمض اللاكتيك لا ده بتاع العضلات يا مستر. طب ايه بتاع المعدة؟ حمض الهيدروكلوريك. طيب بيقول لك أوضح العالم نيوتن أن الأحماض تذوب في المية وتعطي أيونات هيدروجين موجبة. ده مش العالم نيوتن، هو العالم هوينز. طيب تالت حاجة، عدد الشحنات التي يحملها الكاتيون X في المركب XOH باي 3 تساوي شحنة واحدة. مادام الهيدروكسيد مديني 3 يبقى طبيعي الأنيون برضو 3 عشان أخلي الشحنة الكلية بصفر، يبقى 3 شحنات. طيب رابع سؤال بيقول لك نسبة عدد الذرات لحمض الهيدروكلوريك. الذرات حمض الهيدروكلوريك HCl. طيب إلى عدد الذرات المكونة لهيدروكسيد الصوديوم هو NaOH بيساوي 1:1. طب تعالوا نعدهم كده، H واحدة وCl ده 2، Na وO وH ده 3، يبقى 2:3. بيقول لك قارن بين أيون الأمونيوم وأيون الفوسفات من حيث عدد الشحنات الموجبة. الأمونيوم ده اللي هو الوحيد الموجب في بيحمل شحنة واحدة في المجموعات الذرية اللي هو NH4 موجب، والفوسفات BO4 موجب 3 سالب 3. فعدد ونوع الشحنات ده شحنة سالبة 3 بيبقى 3 شحنات، وده شحنة واحدة موجبة. تعالوا آخر سؤال، ما المقصود بالأحماض الأكسجينية مع ذكر مثالين لحمض أكسجيني؟ الأحماض الأكسجينية دي هي مجموعات ذرية أو أحماض لمجموعات ذرية بيبقى فيها أكسجين، زي مثلا إيه؟ زي مثلا عندنا حمض النيتريك أو حمض النيتروز اللي احنا أخدناهم فوق، أو في أحماض كتير برضو من الأمثلة الجداول اللي أنا قلت لك احفظهم دول. تعالوا بقى نرجع لسؤال أول الحلقة. احنا قلنا ليه الليمون طعمه بيبقى لاذع والصابونة مع انها ناعمة بس لما بتيجي في عينينا بتحرقنا؟ الليمون طعمه لاذع لان فيه حمض اسمه حمض الستريك. الاحماض بطبيعتها بيبقى طعمها لاذع، فعشان كده الليمون لما بتاكله مثلا بتخلي عينك تقفل. طيب الصابون قلوي، مادة قلوية او مسائل قلوي. في ميزتين او خاصيتين ضد بعض، هو ملمسه انزلاقي، الحمض ملمسه انزلاقي فعشان كده الصابون بيتزحلق في ايدينا، بس لما بيجي على العين فيها غشاء حساس. الغشاء الحساس ده بيبقى متعادل، ولا هو حمض ولا هو قاعدة، فلما المية الصابون او الصابون بيجي عليها بيزود حمضية الغشاء ده، فالعين بتبعت طبيعي بسرعة اشارات للمخ، فبينبهك ان في حرقان هنا عشان في خلل في الاتزان بتاعه. طيب ليه الحديد بيتاكل؟ او ايه المواد اللي بتاكل الحديد؟ برضو الاحماض زي ما قلنا في حمض الهيدروكلوريك اللي في المعده ده حمض قوي جدا، او مثلا حمض الكبريتيك لما بنحطه على الحديد ممكن يدوبه او يحرق ايدينا. ورابع حاجة قلناها اللي هو ازاي بننظف بالكيماويات دي بيتنا، زي مثلا عندك النشادر او الامونيا اللي بنجيبها من العطار، او هيدروكسيد الصوديوم بيكربوناته يعني،
اللي بننضف بيها الحمام مثلا او المطبخ، دي بتبقى قلويات وبتنضف او بتزيل الدهون، والكلام ده بتبقى كويسة جدا في الحاجات دي. احنا كده الحمد لله النهاردة خلصنا شرح اول جزء في الدرس. هنكمل بقية الجزء في الحصة الجاية ان شاء الله، وهننزل حصة لحل الجزء ده، وبعد كده حل على بقية الجزء التاني لما نشرح الجزء التاني ان شاء الله. اشوفكم على خير، سلام عليكم.